كل قوته الشيطانية ورجع لشكله البشري، وهو مصدوم ومش فاهم ايه اللي كان بيحصل اصلا. ساميداري عايز يستغل الفرصة دي ويدخل في معركة من جديد، فطعنه بسيف الضباب الاسود، بس تشيكي ما حصلوش اي حاجة لان ابوه ضحى بنفسه وانقذه في النهاية. سويشي رفض ان هو يتخلى عن ابنه حتى لو كان ابن شياطين. في الوقت ده الناس اتجمعت حوالين المخزن، فاضطر ساميداري ان هو يهرب من المكان. تشيكي كان عايز يتصل بالاسعاف وينقذ ابوه، بس ابوه طلب منه ان هو يقف عشان يتكلم معاه للمره الاخيره. ابوه بدا يفهمه الحقيقه وان هو اخفى عنه الموضوع ده عشان كانوا هيقتلوه، علشان هو كان بيحمل دم الشياطين. وبعدها ودعه في النهايه وقال له بكلمات حزينه لازم تبقى اقوى كفايه علشان تهزم الموموتارو. تشيكي كان رافض ان يسيب ابوه يموت وعايز يساعده باي طريقه، بس سويشي في الاخر مات بين ايديه. واخر كلمات سويشي قالها: كنت اتمنى ان الشياطين والموموتارو يعيشوا جنب الجنب زي العلاقه بيني وبين ابن تشيكي. تشيكي كان مصدوم جدا وما كانش مصدق ان هو خسر ابوه، كان ندمان جدا